احلى نظام مذاكره في رمضان اقسم بالله العظيم بعد ربنا ده كان بفضل الله ثانويه عامه 96%. ازاي تذاكر في رمضان؟ بصراحه كده انا متحمس جدا جدا وانا بعمل الفيديو ده لانه حرفيا يعتبر اهم فيديو في الشهر كله، فعاوزك تراهن على الفيديو وتسمعه لاخر دقيقه لان صدقني انت هتستفاد منه. في الاول كده انا عايز اتكلم معاك عن تنظيم اليوم في رمضان من حيث اذاكر امتى وافضل ميعاد للمذاكره، ولو انا عندي جزء من التراكمات حرفيا عامل لي ضغط الفتره ديت، لو انا عايز مثلا اخلص منه في رمضان ايه الوقت مثلا ان انا اخلي لي التراكمات، عاوز احل كتير، عاوز اراجع، ممكن ما تعرفنا الاوقات واحسن وقت بشكل عام للمذاكره. هتكلم معاك عن كل النقط ديت، لكن 5 ثواني بس اتكلم معاكم كده. انا عبد الله اسمي، طالب في كليه الطب البشري، والحمد لله الحمد لله بفضل ربنا جبت في ثانويه عامه 96%، والحمد لله بفضل ربنا في كليه الطب رتبت من اوائل الدفعه، والحمد لله في الترم اللي لسه خلصان دوت الحمد لله بفضل ربنا جبت فيه طبعا امتياز مرتفع، وكنت ناقص تقريبا 7 درجات يعني، وبرضك مرتب برضك في الترم ده بفضل ربنا اللي بيديني الصبر والطاقه اللي انا يعني اتحمل الضغط اللي عليا واذاكر واعمل اللي عليا. فعشان خاطري اول قاعده التزم بصلاتك، وحرفيا ما تفوتش اي صلاه بهدف ان انا مضغوط وكده فممكن اجل الصلاه بعدين. صدقني انا اهو قدامك شخص اهوت، والله العظيم كل ده بفضل ربنا. يلا بينا، ما تنساش بقى لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده بقى بالنسبه لبدايه رمضان عايزين نوصل له 10000 لايك، واعمل سبسكرايب للقناه عشان تكون جزء من عيلتي، ولو انت حاسس ان في صاحبك ممكن يحتاج الفيديو ده اعمل له شير. يلا نخش في الفيديو عشان ما اضيعش وقتك. اول قاعده زي ما انا قلت لك، اياك ثم اياك انك تفوت صلاتك سواء انت ولد او بنت، تمام؟ وفي شخص كده حاسس ان هو عنده تساؤل بيقول عبد الله وانا المفروض اصلي التراويح ولا لا عشان ما اضيعش وقتي؟ اكيد لازم تصلي التراويح، تمام؟ صدقني يا جماعه الحاجه الوحيده اللي هتدينا الراحه النفسيه والطاقه ان احنا نكمل ربنا، وكرم ربنا كبير جدا. لكن ما تعملش بعلاقتك مع ربنا عشان تركز في الدراسه اللي انت بتكون اصلا مهمل فيها، فحاول انك تكون مع ربنا اكتر وصدقني ده يديك الراحه النفسيه، تمام؟ وبصوا بقى انا عاوز الفيديو ده انك تجيب ورقه وقلم وحاجه كده، كوبايه قهوه او كوبايه شاي، واتمنى ان ما تكونش تسمعني وانت صايم، ما تزعلش من كوبايه الشاي انا بعتها عنك خالص. هفترض ان انا طالب ثانويه عامه ورايا مذاكره جديد وتراكمات وعاوز احل وعاوز اراجع، وفي نفس الوقت عايز اعرف ازاي امشي دنيتي في رمضان. اول حاجه طبعا بعد الصيام طويل اذن المغرب وقاعد مع العيله بتفطر مع باباك ومامتك واخواتك، والقعده ديت والخناقات البسيطه اللي بتحصل، كان خناقات كبيره ساعات بس الصراحه كانت احلى حاجه بتخفف عن الضغط، وانت عارف انت ضغط المذاكره والحاجات دي كلها. خلصنا الفطار بقعد معاهم نشرب حاجه معينه مفيش مشكله، بنسمع رامز، تمام؟ البرنامج اللي هو الممل بس لازم نفتحه في رمضان، تمام؟ دي حاجه اساسيه عندنا. وبعد ما نخلص بلبس الجلابيه، ممكن تسمعوني مع فيديو هياخد راحتنا شويه يعني مفيش مشكله، بلبس الجلابيه كده بتاعتي مع بابايا ونروح نصلي العشاء، بعد ما نصلي التراويح. الفتره ديت او في الايام ديت التراويح بالظبط هتخلص على قول مثلا بالكتير جدا على الساعه 8، ده بالنسبه لولد او بنت، انا بفترض الله بالنظام ده. خلصت التراويح على الساعه 8، يبقى من الفطار للساعه 8 انت قاعد فطرت، قعدت مع مامتك وباباك مع العيله ورحت صليت العشاء بالتراويح، واقسم بالله ربنا هو كان اكبر سند للفتره ديت، فاوعى ابدا تهمل علاقتك مع ربنا. وبعد الساعه 8 انا كنت بنام، او ممكن تقول بالظبط انا كنت بنام من 9 بالليل للساعه 3 الفجر. فحد دلوقتي يقول لي عبد الله انا ما اعرفش اظبط النوم بتاعي في الميعاد ده، او النظام ده مش هينفع معايا، اسمع الفيديو لاخر دقيقه وانا هعرفك ازاي تظبط النوم بتاعك. صدقني الفيديو ده هيكون احلى فيديو سمعته، احنا قاعدين مع بعض اصحاب فمفيش مشكله. وبعد ما اصحى الساعه 3 الفجر ببدا مذاكرتي من الميعاد ده، وصراحه يعني هنتكلم بالتفاصيل، كنت بصحى باخد شاور بارد لان عندنا رمضان كان في الصيف. ببدا مذاكرتي من الساعه 3 للساعه 10 او 11، وهقول لك انا ليه الميعاد ده. بس انا عايز اقول لك حاجه دلوقتي، رمضان الفجر احلى وقت، يعني حرفيا كميه راحه نفسيه وربنا يبارك لك في الوقت الفجر ده بطريقه مرعبه، فلازم تحاول انك يعني تستغل الوقت اللي هو بتاع الفجر. فانا كعبد الله مذاكرتي كانت بتبدا من الساعه 3 للساعه 10 و11. هنا هنيجي النقطه، عبد الله انت كده ذاكرت 6 7 ساعات باحلى تركيز ممكن، تمام؟ لو انا مثلا عندي تراكمات هعرفك هتعمل ايه دلوقتي، بس خلينا نكمل اليوم وهعرفك النقط دي هنحطها فين. هفترض دلوقتي ان انا شخص باخد اونلاين، هاخد دروس اونلاين بتاعتي مفيش مشكله بعد الساعه 11، تمام؟ او باخد سنتر، خلي السنتر بتاعك بعد الساعه 11، تمام؟ وبعد ما اخلصها اجي على الساعه 3 او 4 من بعد العصر، ممكن انام لي ساعه او ساعتين. انا كعبد الله كنت بعمل كده. لو انت ما بتحبش القيلوله هعرفك هتعمل ايه فيها في الوقت ده. وبعدين اخد القيلوله بتاعتي من الساعه مثلا 4 ونص او الساعه 5 للساعه المغرب، تمام؟ اصحى المغرب افطر مع عيلتي ونعيد تاني نفس السيناريو بتاع كل يوم. هنيجي النقطه، عبد الله دلوقتي لو انا مثلا باخد مثلا اونلاين، ايه بقى الحل في النظام ده؟ هقول لك، مش احنا بدانا مذاكرتنا من الساعه 3 للساعه 10 او 11 اللي انا قلت لك عليه دلوقتي؟ انت في الوقت من 3 للساعه لا بعد العصر، الوقت ده انت تخليه للمذاكره والاونلاين. يعني معنى انا هفترض دلوقتي صحيت الساعه 3 عندي حصه لمستر محمد عبد المعبود اونلاين، سمعت الحصه وبدات اذاكرها وبدات احل عليها. الساعه جت دلوقتي 6، دخلت على الحصه اللي بعدها ورايا عند مستر خالد صقر، سمعت الحصه خلصتها وذاكرتها وخلصت على الساعه 9. الحصه اللي بعدها تعبت اخد قيلوله واصحى اكمل نفس الموضوع.
مذاكرتك والاونلاين حاجه واحده، فاهمني؟ يبقى ده نظام الاونلاين. نيجي لبتوع سنتر. اول حاجه نصيحه مهمه جدا، اتمنى انك تنقلها كلها اونلاين، اتمنى، تمام؟ لكن نفترض ان انا سنتر، يبقى احلى ميعاد للسنتر من الساعه 11 او 10 الصبح للساعه بعد العصر. ده هو النظام اللي احنا نمشي عليه. نيجي لنقطه لو انا عندي تراكمات او عاوز اراجع، وهنا بقى في تريكايه اقسم بالله تنقلك نقله ثانيه. التريكايه ده انا كنت عاملها في ثالثه ثانوي، بس بصراحه نفعت معايا جامد. عايزك تسمع الفيديو ده للاخر لانه بجد والله تستفيد منه. اول حاجه انا نقلت دروسي كلها من سنتر الاونلاين من شهر 2. فايده الموضوع ده حاجه تانية خرافيه. يعني انا كنت بسمع الحصه، بعد ما اخلص الحصه بقرا النوتس موجوده في الكتاب، وبعدين احفظ الحاجات اللي انا عاوز احفظها، وبعدين ابدا احل. ده كانت مذاكرتي على طول. فانا مثلا كنت عندي تراكمات، خصوصا لما عندي تراكمات في الفيزياء والكيمياء، بعمل ايه؟ بنام 8 وبصحى الساعه 2، باجل بس ساعه النوم بتاعتي انا ساعه من الساعه 2 للسحور، او معنى صح للفجر، بعمل له التراكمات. هو خلص التراكمات اللي عندي، وبعد ما اخلصها او تقريبا اول ما خلصت 10% من التراكمات اللي عندي، ببدا اليوم بتاعي من بعد الفجر للساعه 2 3 4 على العصر. كده كده عندي مفيش ورايا حاجه، لو انا ورايا مذاكره باخد الحصه اونلاين وبحل عليها، حصه اونلاين وبحل عليها، حصه اونلاين وبحل عليها وبذاكر عليها، وبخلص مثلا. لو انت مش هتاخد قيلوله، هنيجي هنا للنقطه، حاول تخلي الوقت الاخير ده للحل. تقول لي يا عم هو انا ازاي صايم ومش مركز؟ هنا بقى البركه اللي انا كنت اصلا بتصدم منها. انا كنت باجي قبل الفجر، قبل الصلاه، اللي هو المغرب يعني، بصراحه كده انا كنت بلاقي كميه طاقه غير طبيعيه، لان بعد ما ظبطت النظام اللي انا بقول لك عليه، من بنام من كذا بصحى لكذا، لقيت نفسي عاوز احل. كنت دايما باجي احل فيزياء او حاجات ثانيه. هي بقى نقطه الانجليش. عبد الله، طب لو انت عاوز تدي تريكات زودني في الانجليش. كنت باجي قبل الفطار بنص ساعه كده، بدل ما اروح اخطط على مامتي اقول لها المغرب هيبدا امتى، كنت بقوم رايح جاي كلمات انجليش. واللي يتعب اللي هو مش عارف كلمات انجلش ولا كده، انا هبعتها لكم على جروب التليجرام، كلمات انجلش زياده، وكنت بقراها بمعنى صح. كنت بخلي اخر نص ساعه اللي قبل المغرب بخليها الانجليش بتاعتنا، الكلمات انجلش جديده. تاني يا عبد الله، انا دلوقتي هنام من الساعه 9، هصحى الساعه 3، هبدا مذاكرتي الى ما لا نهايه. ما انا مش ورايا اي حاجه، انت فاهم؟ مش وراك حاجه، مش وراك سنتر. بتوع السنتر دول بيبقى نظام معقد شويه، اللي دروسه قبل الظهر ودروسه بعد الظهر، فحاول تنقل اونلاين، وبعدين اخد قيلوله في نص اليوم. لو عندي تراكمات بنقل الساعه 8، بنام الساعه 8 بالليل واصحى الساعه 2، وبخلص التراكمات اللي عليا. ولو انا مش هاخد قيلوله في نص اليوم، بحاول ان انا مثلا اخلي اخر حاجه مثلا ان انا احل، او ان انا مثلا احفظ كلمات انجلش. الوقت ده كنت عامله للحل، او كلمات انجلش. حل عباره عن حل ايه؟ حاجات زياده. نيجي بقى نقطه، لو انا عبد الله خلصت التراكمات اللي عليا في رمضان، تاخد هنا بقى التركايه. التركايه انا قلتها من زمان، اللي هو انك تقلل الوقت عشان تزود وقت التراكمات. ده حاجه ثانيه يا جماعه. في كلام كتير، انا ذات نفسي مش ما بعمل سيناريو، يعني مش بكتب بتاع ورق واقراه، انا قاعد معاكم كده كانك قاعد صاحبي قاعد جنبي. كنت بقول ايه؟ المراجعه. شايف انت التراكمات اللي انت كنت عاملها ديت، لو انت مثلا وراك تراكمات وكده، لو انت مش وراك تراكمات وعاوز تراجع، ابدا مراجعتك من بعد ما تصحى للسحور، وبعدين من بعد السحور ابدا مذاكرتك الى ما لا نهايه لصلاه المغرب. هتنام 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات بالقيلوله. عاوز تنام 6 ساعات بس، احنا لازم ننام 6 ساعات بس الفتره الاخيره. اللي مش هينام 6 ساعات يبقى دوت بقى احنا عايزين نطور من نفسنا شويه. الناس اللي تاهوا مني، تعال نتكلم تاني. انا تهت من نفسي اصلا. هفترض ان انا عندي تراكمات، بنام من الساعه 8 بصحى الساعه 2، بعمل وقت من الساعه 2 للفجر للتراكمات. وبعدين بعد ما اخلص التراكمات على الفجر بصحى، مش بصحى بسحر عادي، وبعدين اصلي الفجر واجي ابدا مذاكرتي الجديد لحد ما لا نهايه زي ما قلت لك. عاوز اخد قيلوله على العصر مفيش مشكله. عاوز مثلا اخلي من بعد العصر ان احل او اذاكر كلمات انجليش جديده مفيش مشكله. تمام. لو انا مثلا عاوز اراجع، خلي الوقت من قبل السحور للمراجعه، والوقت اللي بعد السحور للجديد بس. والله اجي نقطه، انا مش بعرف اظبط النوم بتاعي، اظبطه ازاي؟ بص يا معلم، شايف اللي بكره افضل سهران كوبايه قهوه وافضل سهران اليوم كامل. لو انت بقى خدها حياه او موت، اسهر اليوم كامل، وتعالى بعد ما تفطر كده وانت اصلا بقالك يوم ما نمتش، قوم راح جاي نام على الساعه 8. ماما صحيني الساعه 6، صحيني الساعه 3 او صحيني الساعه 2 الفجر. هتصحيك بالعافيه، خلص الموضوع. بسيط جدا. الناس مفكرها هديك دواء، لا صدقني الموضوع بسيط. اسهر يوم كامل، تعالى الساعه 8 نام، اصحى هتلاقي النوم بتاعك اتظبط جدا، مش مشكله. المهم صحيت. خلص الفيديو، اتمنى تكون استفدت. الفيديو ده انا بصراحه يعني متحمس جدا له، فممكن اكون اتكلمت بطريقه يعني مريحه شويه، فانت تحس كده لو انت بتعلي صوتك عننا في الفيديو ليه؟ اعذروني. يلا يا جماعه شدوا. اتاخرت ليه في عمل الفيديوز؟ او انا صاحب بقالك فتره كبيره نشرت فيديوز، مضغوط جدا جدا جدا، لكن في رمضان هنكون مع بعض. رمضان كريم.